ولك هاي امي. خلي اروح لعمو ومصطفى احكي له قصتي. يا بابا. ها عمي خير شكو؟ عمو صارت مشكلة ما تسولف. عمي شنو المشكلة؟ شو انتم مشاكلكم ابد ما تخلص، نمشي يمنا بالبيت ونتفاهم. يا اخي ما قلت لي هذا الفريق وين صارت الخطوبه يا بيت؟ خلنا نشوف ذاك الفرخ. شلونك يا خاله؟ هلا خالة زين. يا خاله ما شفت هنا خطوبه مشي بس قل لي. والله خالة ما شو شي بس شفت بنت مرتاح راح لعم ابو مصطفى. يا راح العم ابو مصطفى هو هذا مرتضى بالبلعوي. اي يا عم مرتضى احكي لي شنو السالفه؟ عم ابو مصطفى شو احكي لك؟ رحنا نخطب لابوي مره، طلع اخو البنيه مخبل وطقها براسه وفقد الوعي وابوي مات. شلون عمي؟ ابوك مات؟ مات لو توفى؟ لا عم ابو اللفه، عموك التحشيش مو ابوي صلخه بشيش. عمي عوفنا هسه من هذا الحكي، ولد خالتك التوأم وين؟ عم ولد خالتي مو سمعوا بابوي مات، اخذوا جوازاتهم وسافروا لامريكا. هسه عمي امك من تجي نقلها لا. لا عم بروح ابوك لا تقلها، ترى والله لا دريت تسوي لنا مشكله. تسوي لك مشكله؟ شلون هي عم امك؟ خوفه وثوله وتطقب عليك. ابو مصطفى منو؟ ام مرتضى؟ انا مو ام مرتضى، انا الخوثه والثوله مو. ولك يما مرتضى ابوك وين؟ هاي يما ابوي اخذ الجواز وسافر لامريكا. هذا عرفه ما يعرف امريكا، اجى من امريكا ورجع لامريكا. يلا قوم لاهلك. اي صار يما. هاي يلا يما مشينا. يا سايب عاد البيت ورايح، ما نقول امه خطيه، خلنا نشوف ايش بيها. امشي طب يلا طب. هاك يمه، هاك يمه افتح الباب. يما هذا ما ينفتح. ما ينفتح؟ باكر عقبه شلون ندبرها؟ يما ايش بيك؟ ذيك كل سهله. كل سهله؟ اعطيني انا افتح الباب احسن لي. طب يا يمه طب. هو باب فتحتي، شو مسوي انجاز؟ شلون ولك؟ لا يما مو وياك مو وياك. يلا تعال طب. لا يا منعول الوالديات جايه فتنه. والله اذا اجيت ولزمتك بضرطه. عمي ترى مخبل. عم مخبل على روحه مو يضرب على العالم. يا خالتي ماي هسه انا جيت من بغداد وضاعني فلوسي، شلون بي؟ تفضل عمو. اما انا خطان من بغداد وجيت لخالتي وخالتي ما هي، اريد 25 ارجع بيها. تريدين 25؟ انا لو عندي 25 حتى يم خالتش ما ابقى. وش بيها خالتي؟ اصلا هنا الجيران يحلفون براسها. عمي يا يحلفون براسها، مو احنا ليلنا منا من ورا لسانها وصياحه وما تنجرى. عمي سويت قصه طويله، اروح البيت خالتي انتظرها بالكت الله تجي. يا بد روحي، هي شلون خالة عاد تتفلس على البرياني. خدري الشاي خدري عيون الملا خدري. هاي ما بيها شاي، خلينا نسوي شاي جديد. هاي ما بيها، خلينا نروح اقول لابن مرتضى يجيب لنا شاي. وليدي مرتضى انا لازم اعرس، ما ابقى هيك شيء على قلب. صدق ليش اعرس؟ العريس مسؤوليه ويريد مصرف، وقولة الشاعر يقول لا تعرس ترى العرس آهات، تقضيها دكتور وحليب وحفاظات، واذا ابنك بكى لازم تجيب له كاروك ولعابات. والله صر الشاعر. هاي يمه مرتضى جيب لنا شايات من عمك وقل له من اشتري نرد لك اياهن. اجيب شايات من عمي؟
شنو عم صاير وكيل؟ ما اروح الدنيا حاره. او انت ما تروح انا اروح.